الليلة دي كانت أبرد مما توقعت في يوم عيد الحب. كنت معدي على بيت ريتشارد علشان أساعده في مشوار سريع قبل ما يروح يقابل تانيا في الجنينة. ما كانوش قادرين يشوفوا بعض بسبب انشغالهم، بس كانوا عايزين يتقابلوا علشان يقدموا هدايا عيد الحب ويقضوا الليلة سوا. ريتشارد كان شخص طيب، دايما كان بيتكلم عن تانيا كأنها الشخص اللي بتكمل حياته. عمري ما فهمت علاقتهم دي خالص، بس مش من حقي إني أتدخل. ما كنتش عايزة أضايقهم، كل اللي كنت عايزه إني أوصل صاحبي، أسلم على تانيا وأمشي. وهو كان متحمس يفاجئها. الطريق للجنينة كان هادي، اتكلمنا عن الحاجات العادية، الرياضة، الشغل، وحاجات زي كده. ريتشارد كان متحمس جدا لدرجة إنه حتى ما لاحظش إزاي كنت مش قادر أمنع نفسي من التفكير في قد إيه المدينة كانت فاضية بالنسبة لليلة يوم الحد. ولما وصلنا المكان ما كانش مختلف، كم نور بينوروا الكراسي والأشجار، بس ما كانش في حد تقريبا. اقعد شوية، خليك معايا لحد ما تيجي تانية. قعدنا على دكة قريبة من الكوبري وإحنا مستنيين تانية، وساعتها كل حاجة بدأت أحس إنها غريبة. المكان كان فاضي لفترة طويلة. كنا بنتكلم لما شفته حد كان جاي ناحيتنا، بس ما كانتش تانية. كان راجل طويل لابس جاكيت رياضي أسود وماشي ببطء بين الأشجار. في الأول ما كانش فيه سبب يخليه يجذب انتباهي، بس بعدين خدت بالي إن خطواته كانت محسوبة جدا، كأنه مش عايز يفقد تركيزه عن اللي إحنا بنعمله. أنت تعرفه؟ سألت ريتشارد. ممكن يكون حد خرج يتمشى عادي. بس الراجل كان لسه موجود، وقرب أكتر، عامل نفسه بيبص على تليفونه وهو بيقرب من واحدة من الدكك. حاولت أتجاهله، كان سهل إني أفكر إني ممكن أكون بأفور، بس إحساسي كان بيقول إن في حاجة غلط. ريتشارد ما كانش واخد باله، طلع موبايله وبدأ يتشات، أكيد بيقول لتانيا إنه وصل. وقتها الراجل رفع عينه ونظراته قابلت نظراتي. تعابير وشه كانت مرعبة، كأنه ناوي على حاجة معينة. بص لينا جامد بطريقة خوفتني وهو بيقرب مننا ببطء. الساعة كام دلوقتي؟ صوته كان واطي كأنه آلي. ريتشارد رد، بس مبصش ليه. أنا من ناحيتي فضلت ساكت. الراجل واقف قدامنا للحظة حسيت إنها أطول مما هي فعلا، وبعدها من غير ولا كلمة لف وبدأ يمشي من الناحية التانية من الجنينة. بس ما مشيش، فضل واقف هناك بيتحرك حوالينا زي الصياد اللي مستني اللحظة الصح عشان يهجم. بعد كام دقيقة ريتشارد وصله اتصاله من تانيا، وقف مبتسم. هروح أجيبها من الناحية التانية من الكوبري، جاي معايا ولا هتفضل هنا؟ ما كانش عندي سبب يخليني أقعد، فقمت مشيت معاه. مشينا سوا في الممر الضلمة وأنا ببص بطرف عيني أدور على الراجل اللي كنا قابلناه من شوية. وأهو هو لسه هناك، لسه ما مشيش. كان ورانا بشوية، إيديه في جيوبه وراسه محنية كأنه بيحاول ما يجذبش الانتباه. ده نفس الراجل تاني؟ ريتشارد ضحك بس. يعني هو هيعمل إيه؟ هيسرقنا؟ إحنا اتنين، مهما كان حجمه كبير هو ما عندوش فرصة. ريتشارد كان واثق في نفسه. دي حاجة كويسة، لأني كنت عكسه. وصلنا الكوبري بس ما كانش في حد. ريتشارد بص في موبايله وهو مكشر. تانيا قالت إنها هنا، وفجأة سمعنا صوت خطوات سريعة ورانا. لفيت في الوقت المناسب علشان أشوف الراجل جاي علينا بأقصى سرعته. قبل ما ألحق أتصرف حسيت بخبطة قوية على دماغي. الدنيا بدأت تلف حواليا، نظري زغلل وقعت على الأرض مش قادرة أتحرك. كل حاجة بقت ضبابية كأن الزمن بطأ. وأنا مرمي على الأرض شفت الراجل ماسك ريتشارد من رقبته ومعلقه في عمود الكوبري. ريتشارد حاول يدافع عن نفسه، بس ما كانش عنده فرصة. الراجل كان أقوى، وكل ضربة بيضربها له كانت أقوى وأعنف من اللي قبلها. حاولت أصرخ، بس صوتي يدوب طالع بالعافية. حاولت أقوم، بس الوجع في دماغي كان لا يحتمل. ما قدرتش أعمل حاجة غير إني أتفرج على ريتشارد وهو بيحاول يفلت، بيحاول يستخدم إيديه علشان يصد الضربات، بس الراجل ما كانش بيبطل. الضربة الأخيرة كانت الأشد. ريتشارد وقع على الأرض، والراجل طلع حاجة من جيبه، مسدس. وجهه من غير تردد وضغط على الزناد وضرب كذا طلقة. كل حاجة سكتت بعدها. افتكرت إنه الدور عليا، بس بدل كده رجع المسدس مكانه وبص حواليه. في ناس كانت بتجري لما سمعت ضرب النار، بس محدش رجع يساعدنا. الراجل اختفى في الضلمة، سايب وراه ريتشارد على الأرض. قعدت كام دقيقة علشان أقدر أتحرك، وأول ما قدرت أقوم جريت على ريتشارد. جسمه كان بارد، ساكن، مفيش حاجة كنت أقدر أعملها علشانه.
أصوات السرين بدأت تعلى في المكان، بس القاتل كان اختفى خلاص. الشرطة وصلت بسرعة، بس كفاءتهم كانت مشكوك فيها. سألوني أسئلة كتير قوي، وأنا بحاول أشرح لهم اللي شفته. ما كنتش عارف مين المجرم ولا ليه عمل كده. كل اللي كنت عارفه إن ريتشارد مات، وإن الدنيا مش هتبقى زي الأول تاني. الشرطة قفلت المكان، بس الإجابات ما كانتش بتيجي. كنت حاسس بالعجز، بالذنب اللي مش عارف حتى لو كان ذنبي. هل كان المفروض أصر على إننا نمشي بدري؟ هل ده كان هيغير حاجة؟ عدت أسابيع قبل ما أي حاجة جديدة تظهر عن القضية. الشرطة اكتشفت إن الراجل اللي قتل ريتشارد ما كانش راجل عادي، كان اسمه ريجنالد كولمان، مجرم تم استئجاره من حد قريب منه علشان يخلص عليه. الصدمة الحقيقية والمفاجأة الأكبر كانت لما عرفنا إن تانيا هي اللي دبرت كل ده. هي اللي استأجرت كولمان علشان تخلص من جوزها، علشان تاخد التأمين على حياته. ما كنتش أتخيل أبداً إن حد قريب منه ممكن يخونه بالشكل ده. أكتر حاجة وجعتني لما افتكرت إزاي ريتشارد كان بيتكلم عنها بحب، من غير ما يعرف إنها بتخطط لموته في نفس الوقت اللي كان بيحاول يفاجئها فيه بهدية. تانيا اتمسكت واتحكم عليها، وكمان كولمان. بس ده ما كانش كفاية، على الأقل بالنسبة لي. كل ما أعدي على الجنينة بحس بفراغ في قلبي، تذكير دايم باللي حصل الليلة دي. ريتشارد كان شخص كويس وما يستحقش النهاية دي. لسه بفضل أسأل نفسي لو كنت أقدر أغير حاجة، بس عارف إن الأسئلة دي ملهاش إجابة. اللي فاضل بس الذكريات، الندوب، واليقين المر إن في ناس ممكن يعملوا أبشع المصايب علشان شوية فلوس. الحديقة لسه موجودة فاضية بالظبط زي ما كانت في الليلة دي. أحياناً بفتكر ريتشارد وهو قاعد على نفس الكرسي مستني تانيا، مش عارف إن حياته هتنتهي بعد لحظات، وبسأل نفسي هل هقدر في يوم أنسى اللحظة دي ولا هفضل أعيشها كل مرة في عقلي؟ القصة دي مبنية على القضية الحقيقية لريجنال كولمان اللي تمت إدانته بقتل ريتشارد شوك في يوم عيد الحب سنة 2010. الجريمة حصلت في بيلتون بريدج بارك في مقاطعة هول كاونتي جورجيا، واللي هناك لقوا ريتشارد شوك مقتول بالرصاص. التحقيقات كشفت إن الجريمة كانت عملية قتل مدبرة، وإن تانيا شوك زوجته هي اللي خططت لكل حاجة. هي تآمرت مع زميلتها في الشغل لينيترا روس، واتفقوا على تأجير ريجنالد كولمان عشان ينفذ العملية. واتقبض على ريجنالد كولمان وتوجيه تهمته بارتكاب جريمة قتل عمد، بالإضافة إلى تهمتين مرتبطتين بحيازة سلاح ناري في جريمة القتل المخطط لها. اعترف ريجنالد كولمان بارتكاب جريمة القتل العمد، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. علشان كده مش كل حب صادق ولازم ناخد بالنا، بس ده ما يمنعش إنه كل عيد حب وانتم طيبين. في النهاية لو عجبتك القصة ابعتها ل3 من أصحابك، واكتب لي رأيك في الكومنتات علشان تظهر في آخر الحلقة. يلا، أشوفكم في رعب جديد.